أكدها عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كل أعضاء حزبه إلى عدم التعليق عن أي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي هذه الليلة المتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية. وكان الديوان الملكي أصدر قبل قليل بلاغا حسم فيه موضوع المشاورة المتعثرة لمدة 5 أشهر، هذا نصه بالكامل. وتوصلنا اللحظة ببلاغ للديوان الملكي مما جاء فيه. لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن بادر بالإسراع بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016 بتعيين السيد عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة. وللتذكير فقد سبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين عدة مرات على تسريع تكوين الحكومة الجديدة. وبعد عودة جلالة الملك أعزه الله في حفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين جاوزت ال5 أشهر لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها. وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك بصفته الساهرة على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أعزه الله أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية. وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال. وسيستقبل جلالة الملك حفظه الله في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أبى جلالة الملك إلى أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها السيد عبد الإله بن كيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات. اشتركوا الآن بقناتنا وقوموا بتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديدنا. شكرا وإلى اللقاء.